مدرسة الوسطى صراحة اشتقنا لها، لها نكهة. فريق الرياض له نكهة في المنافسة، له تاريخ عريق، له حقق بطولات ترى على فكرة، ما هو فريق يعني ايه، وله اسماء كبيرة، نجوم كبيرة، ومن اقدم الاندية اللي موجودة في السعودية، اقدم من الهلال واقدم من النصر ترى موجود. تأسس نادي الرياض. الأندية الثانية الأهلي، يعني بصعود بهبوط الأهلي وعودته للدوري الممتاز، أفرزت أنه بقى ناديين فقط في المملكة العربية السعودية لم يسبق اللعب بدرجة أقل، اللي هم الهلال والاتحاد. لم يسبق لهم لعبوا درجة أقل من درجة ممتازة. لا يمرر، غير صحيح. لا مو أنا ما عاد أرجع للسعودية. شوف، طب لا يقولها هو. أنا وش الكلام ده؟ احنا قاعدين على منبر يا اخي لا صرت ما تعرف التاريخ لا تناقش. لا اي تاريخ التصنيف يحطوا مين وحطوا مين. ما التصنيف ما له علاقه بالتصنيف، ما له علاقه بالتصنيف. احنا نتكلم عن ما له علاقه بالتصنيف. اربع انديه تقول الهلال والاتحاد، معلومه مضلله. يعني ممكن يا لو معلومه مضلله. لو سمحت يا اخي التاريخ لا احد يتلعب فيه. انا عندي مشكله مع التاريخ الرياضي. سعيد تاريخ الرياضي لا احد يتلعب فيه. اقسم بالله. لا محمد، اقسم بالله ثلاثه انا عديت لك. لحظه شوي لا تتكلم وانا اتكلم يا اخي. خلينا نطلع كويسين قدام الناس. ما اتكلم وانا اتكلم. خلاص قلت اللي عندك. اقسم بالله معلومتك غير صحيحه. التصنيف ما له علاقه، ما له علاقه التصنيف. بالعكس التصنيف النصر اصلا صرنا من الانديه الممتازه. قبل التصنيف كان يلعب درجه ثانيه. كيف بطوله درجه ثانيه النصر؟ عموما دقيقه انا اقول بس اخر كلمه لو سمحت. ما عندي وقت. طيب ثاني مره اخ سعيد لو صرت اتكلم رجاء، ترى انا اقدر اقاطعك في كل وقت. شكرا. يعني لا انت ما عندك تاريخ، ما تعرف التاريخ. انت ما عندك تاريخ والله ما تعرفه، والله انت بس جاي تقاطع بس. محمد ما يعرف تاريخ ولا شيء. انت اللي تعرف. عندك معلومه ناقش، ما عندك معلومه اشرب شاي وخليك ساكت.